هلو بريب 2 ستودنتس. هنبدأ مع بعض يونت 2 وهنتكلم فيها النهاردة عن الكيميكال رياكشنز. طبعا في يونت 1 كنا بنتكلم عن الفيزيكال ستيت اوف ماتر، ففي بداية الدرس كده نحب نفرق ما بين الفيزيكال تشينج والكيميكال تشينج اللي ممكن تحصل للماتر. الفيزيكال تشينج هو التشينج في الستيت أو في الشيب without changing in its chemical composition، بمعنى إن الووتر when it change from solid to liquid، يعني لما بتتغير شكلها من شكل الآيس أو من شكل السوليد لشكل الليكويد اللي هو شكل الووتر العادي ده بنسميه physical change. ليه؟ لأن احنا ما قربناش للكيميكال composition بتاع الووتر، يعني الووتر في حالة الآيس هي H2O، وفي حالة الليكويد ستيت هي برضو H2O، وفي حالة الووتر فيبر هي H2O. فاحنا كده ما غيرناش الكيميكال composition of water، علشان كده التشينجز دي اللي بتحصل بنسميها physical change. يبقى أي حاجة تغير الستيت بتاعة الماتر من solid لليكويد أو من ليكويد لجاز، أو إن حاجة تغير في شكلها، زي إن أنا أجيب شوية سكر مثلا وأطحنهم، أو إن أنا أجيب شوية سكر وأعملهم مكعبات، أو إن أنا أجيب شوية سكر وأدوبهم في المية. إحنا كده محافظين على الكيميكال كومبوزيشن بتاع الشجر ومقربنالوش، لكن إحنا بس غيرنا الشكل بتاعه أو الفيزيكال ستيت بتاعته. وفي الحالة دي أي ماتر يحصل ليها كده نقول على طول إن اللي حصل ده is a physical change. لكن الكيميكال تشينج بقى ده بيديني new substance، هي change that results in new substance with chemical properties differ from those of the original substance. يعني مثلا لو جبنا مثال الشجر اللي احنا لسه متكلمين عليه دلوقتي، المرة دي أنا لا هطحنه ولا هدوبه، أنا هحرق السكر ده، فالمادة اللي بتتكون الجديدة دي أنا ما غيرتش شكلها، دي new substance، ده رقم واحد. البروبرتيز بتاعتها مختلفة تماما عن المادة اللي احنا بدأنا بيها، ففي الحالة دي على طول نقول إن التشينجز اللي حصلت دي هي chemical change. لو جاب لي مجموعة من التشينجز حصلت ل different substances وطلب مني إن أنا أعمل classify للتشينجز اللي حصلت دي into physical changes و chemical changes، فخلينا متفقين إن أي كلمة ليها علاقة بالفيزيكال changes اللي احنا خدناها في اليونت اللي فاتت على طول هنقول إن هي physical change. زي مثلا يقول لي كلمة melting، فالميلتنج إن أنا أحول حاجة من solid لليكويد، يبقى أنا غيرت الستيت، يبقى على طول ده physical change. أو إنه يقول لي مثلا عملت dissolve يعني أنا دوبت، برضو الديزولفينج عملية أو process related للفيزيكال change. لكن مثلا لو قال لي كلمة burn، لو قال لي كلمة combustion يعني أنا ولعت في الحاجة دي أو حرقتها، ففي الحالة دي على طول التشينج هتحصل هتكون chemical change. تعالوا بقى مع بعض نعمل activity علشان نفهم بالظبط معنى كلمة chemical reaction. هنجيب بوتل وهنجيب فينيجر اللي هو الخل، وهنجيب بيكنج صودا، وهنجيب بالون، ولكن المسمى العلمي للفينيجر ده هو diluted acetic acid، والبيكنج صودا دي هي صوديوم بايكربونات. فممكن زي ما عملنا التجربة دي في المطبخ ممكن برضو ننفذها في معمل المدرسة. وهنبدأ نعمل lifting للبالون to pour baking soda into the bottle، يعني هنرفع البالونة كده عشان البيكنج صودا اللي موجودة جواها تنزل جوه البوتل على الفينيجر. هنلاحظ ايه؟ زي ما احنا شايفين كده في الصورة قدامنا، هنلاحظ ان في evolution of gas، والجاز بابلز دي عملت inflation للبالون as it becomes filled with gas، يعني البالونة دي اتنفخت، وده دليل على وجود جاز هو اللي نفخ البالونة دي. طيب ايه الكونكلوجن؟ نقدر نكونكلود من كده ايه؟ ان في chemical change حصل، هنسميه chemical reaction. حصل ما بين مين ومين؟ ما بين البيكنج صودا والفينيجر اللي هما التو سبستانسز اللي بدأنا بيهم التجربة بتاعتنا. سبب ايه الرياكشن ده؟ سبب effervescence and evolution of carbon dioxide gas، يعني حصلت عملية فوران وطلع جاز كده اللي هو الكربون دايوكسيد، وهو ده اللي نفخ البالونة وخلاها بالشكل اللي قصادنا ده. عايزين نقسم التجربة دي لحاجتين، الحاجات اللي بدأنا بيها التجربة في الأول خالص اللي هو الفينيجر والبيكنج صودا، ودول بنسميهم reactants، والبرودكت اللي طلع معايا في الآخر اللي هو الكربون دايوكسيد جاز. أيوة أنا برضو مش فاهم إيه اللي حصل بالظبط ومعنى كلمة chemical reaction إيه. دلوقتي الفينيجر والبيكنج صودا اللي احنا قلنا ان هما الاتنين دول الرياكتنتس اللي دخلوا معايا الكيميكال رياكشن. في البداية حصل بريكنج داون للبوندز اللي ما بين الاتومز بتاعة الرياكتنتس دي، يعني الاتومز اللي بتكون الفينيجر اللي هو الاسيتيك اسيد ده بدأت تتفكك بعيد عن بعضها او بدأ يحصل لها بريكنج داون، وبرضو الاتومز اللي بتكون البيكنج صودا بدأت تتفكك وتبعد عن بعضها. دي كده الحاجة الأولانية اللي حصلت. وبعدين بدأت الاتومز دي بعد ما اتفكت بعيد عن بعض كده تتجمع مع بعض تاني وتكون بوند تانية لكن بشكل مختلف، وهو ده اللي كون لي نيو سابستانس وخلى عندي كربون دايوكسيد اللي هو اصلا ما كانش ليه وجود في اول التجربة بتاعتي خالص.
نبدأ بقى نجمع الكلام بتاعنا ده عشان نطلع بالديفينيشن بتاع الكيميكال رياكشن. الكيميكال رياكشن هي process of breaking bond between atoms of reactants and forming new bonds between atoms of product. خليني ابسط لكم الموضوع ده بشكل اسهل. دلوقتي انا لو جبت لك شنطه كده فيها مكعبات وقلت لك لو سمحت اعمل لي من المكعبات دي شكل بيت، هتعمل ايه؟ اول حاجه هتعملها ان انت هتفك المكعبات دي بعيد عن بعضها. دي اول حاجه لازم نعملها، علشان انا عمري ما هكون نيو سبستانس وفي حاجات رابطه المكعبات مع بعض. عمري ما هعمل لك شكل البيت اللي انت طالباه ده غير لما نفك المكعبات دي بعيد عن بعض. فدي الخطوه الاولانيه اللي لازم تحصل في الكيميكال رياكشن، هي بريكنج للبوند ما بين الاتومز بتاعت الموليكولز بتاعت الرياكتنتس. وبعدين هعمل حاجه عكسها تماما. الجمله التانيه دي يا شباب عكس الاولانيه تماما. بعد ما فكيت وكسرت البوند انا هبدا اجمع المكعبات دي مع بعض تاني. يبقى الجمله التانيه اللي هنقولها forming new bonds between atoms of products. نعرف كده chemical reaction تاني، هي process of ونقول جملتين عكس بعض. breaking bond between atoms of reactants، والجملة اللي عكسها forming new bonds between atoms of product. طب أنا أعرف منين إذا كان اللي حصل قدامي ده chemical reaction ولا لأ؟ قال لي في شوية علامات كده لما بيحصلوا اعرف على طول إن اللي حصل ده chemical reaction وإن التشينج اللي حصل هنا قدامي هو chemical change. زي مثلا الفورميشن of precipitation. يعني إيه؟ يعني لو جبت مادة اسمها سيلفر نايتريت في شكل سولوشن ومادة تانية اسمها صوديوم كلورايد برضو في شكل سولوشن، عايزة أقول لكم بس إن السيلفر نايتريت ده is a salt والصوديوم كلورايد كمان هو سولت، يعني دي عبارة عن سولت سوليد. احنا عايزين نحولهم لسولوشن، يعني هندوب شوية من ده في كوباية مية وشوية من ده في كوباية مية. بقى كده بقى عندي two substances اللي هما two reactants. ايه اللي هيحصل لو حطيتهم الاتنين على بعض؟ ايه اللي هيحصل؟ زي ما احنا شايفين formation of white precipitation of silver chloride، يعني اتكون عندي لون أبيض. أنا بس بقولك أو بعرفك إن الأبيض اللي اتكون ده هو سيلفر كلورايد. طيب السيلفر كلورايد ده شكله بقى عامل كده ليه؟ هو ليه مش شفاف؟ قال لي علشان السيلفر كلورايد ده عبارة عن white substance وهي doesn't dissolve in water، مش بتدوب في المية، علشان كده اتكونت في شكل precipitate وبقى الشكل ظاهر زي ما احنا شايفين قدامنا في الصورة كده. قال لي كمان ان الوايت كولر اللي اتكون قدامي ده او الوايت بريسيبيتيت اللي اتكون ده ممكن لونه يتغير into violet when it is exposed to sunlight، يعني لو حطيناه في نور الشمس كمان لونه هيتغير للون الفايلت. طيب هنا بقى يا شباب الفورميشن اوف بريسيبيتيت ده او الوايت بريسيبيتيت ده علامة تقول لي ان اللي حصل ده هو كيميكال رياكشن، وده الفيرست انديكيشن او العلامة الاولى. هو ايه؟ الفورميشن اوف بريسيبيتيت، وهو اتكون عشان هو مش بيدوب في الميه. يعني لما يجي لي سؤال في الاسئله واحنا بنحل يقول لي هو اتكون وايت بريسيبيتيت ليه من السيلفر كلورايد، هقول له because it doesn't dissolve in water. تاني حاجه ممكن تظهر عندي علشان تعرفني ان اللي حصل ده chemical reaction هي الايفولوشن اوف جاز. زي مثلا ان انا اجيب هيدروكلوريك اسيد اللي هو ال HCl واحطه على مغنيسيوم ستريب اللي هو ال Mg. لما بنحطهم على بعض ده بيكون عندي بابلز اللي احنا شايفينها قدامنا دي، والبابلز دي من الهيدروجين جاز. طالما تكون عندي جاز يبقى على طول اللي حصل ده برضو is a chemical reaction، ويبقى السكند indication of occurrence of chemical reaction هو ال evolution of gas. تالت حاجة ممكن تعرفني ان اللي حصل هنا chemical reaction هي change the color of the substance، ان المادة نفسها لونها يتغير. زي مثلا ان انا اجيب بليت يعني شريحة كده معمولة من الزنك واحطها في كوبر سلفيت سولوشن. هحطها في ايه؟ في كوبر سلفيت سولوشن. اللي هيحصل زي ما شايفين قدامنا في الصورة كده، اول حاجة disappearance للبلو كولر بتاع الكوبر سلفيت. كان عندي الكوبر سلفيت ده وهو سولوشن لونه بلو، اللون البلو ده اختفى. طب هو اختفى ليه؟ علشان اتكونت مادة تانية اسمها زنك سلفيت سولوشن، يعني الزنك قعد مكان الكوبر، طرده كده وقعد مكانه، فالمادة دي ما بقاش لونها بلو، بقى لونها colorless من غير لون. وكمان اتكون ريدش براون كوبر حصل له ديبوزيشن على الزنك بليت. اللون الأحمر ده هو الكوبر اللي اتطرد من شوية من السولوشن، فحصل له ديبوزيت أو اتراكم أو اتكون على البليت بتاعت الزنك دي. ودي كده علامة واضحة جدا لحدوث الكيميكال رياكشن. هي ايه تاني؟ ان حصل تشينج للكالر.
ودي تبقى تالت indication أو تالت علامة تقولي إن اللي حصل ده هو chemical reaction. رابع حاجة هي الإيميشن of light and heat، إن أنا أجيب الحاجة دي وأما أولع فيها أو أعمل فيها burning يطلع light وهيت، زي تجربة خدناها قبل كده إن أنا أعمل burning للمغنيسيوم ستريب، أجيب حتة مغنيسيوم وأعمل لها burning in air فبيحصل glow with bright light، يعني يحصل نور جامد جدا، وكمان بيطلع معاه heat يعني بيحصل heat emission، وفي نهاية الرياكشن ده بيتكون وايت باودر من المغنيسيوم أوكسايد وده بيبقى soluble in water. طبعا نقدر نلاحظ في كل التجارب اللي عدت علينا وبالذات التجربة دي إن السبستانس اللي أنا بدأت بيها البروبرتيز بتاعتها totally differ عن البرودكت اللي طلع معايا في الآخر. زي مثلا ما قلنا إن المغنيسيوم ده في الأول is a metal، طبعا مش بيدوب في المية، لكن المادة اللي اتكونت عندي في الآخر هي المغنيسيوم أوكسايد، والمغنيسيوم أوكسايد بيدوب في المية أو بيسولبل in water. ونقدر نقول إن العلامة الرابعة أو الانديكيشن الرابع اللي يخليني أقول إن اللي حصل هنا هو chemical reaction هو emission of light and heat. خامس حاجة إن يحصل emission of odor، إن في ريحة تطلع مميزة جدا، فدي برضو علامة تقولي إن اللي حصل هنا هو chemical reaction. زي مثلا إن أنا أجيب شوية شوجر وأعمل لهم burning. طبعا إحنا الشوجر في الأول خالص بيكون لونه وايت وبيكون odorless، ما بيكونش ليه ريحة، وبيكون في السوليد ستيت. لو خدناه وحطيناه في طاسة على النار كده أو سيحناه هيبدأ يتحول من السوليد ستيت دي يبقى molten substance، يعني يبدأ يسيح، ده رقم واحد. تاني حاجة الكالر بتاعه هيتغير تماما، يبقى براون الأول وبعدين يتحول لبلاك. تالت حاجة هيبقى فيه ريحة الحريق أو ريحة الكراميل اللي احنا بنشمها دي، فدي من الحاجات المميزة برضو اللي هي emission of odor زي ما بنعمل burning للشجر. واخر علامه هناخدها معانا من العلامات اللي تقول لي ان اللي هنا ده حصل chemical reaction هي change consistency of a substance. تعالوا نعمل مع بعض اخر تجربه دي ونجمع الست نقط اللي احنا اتكلمنا فيهم. هنجيب 100 ملي من الاويل ونحطه في بيكر ونحط عليهم 30 ملي من الكاستيك صودا. كاستيك صودا سولوشن ده هو صوديوم هيدروكسيد سولوشن كونسنتريتد. صوديوم هيدروكسيد هي كيميكال سابستنس طبعا، واهم حاجه نخلي بالنا ان احنا هنحطها على الاويل وهي في شكل سولوشن. نفضل نضيفها شويه بشويه واحنا بنقلب الكومبوننتس دي وحطينها على النار او بنهيت الميكستشر ده من 40 ل 50 ديجري سيلسيوس وبنقلب في وان دايركشن. هنلاحظ ان في تشينج حصل في الكونستنسي اوف ميكستشر، يعني بدا المكونات دي تندمج مع بعض وتتحول لتوتالي نيو سابستنس اللي هي formation of soap، هيتكون معايا صابون وده بيبقى solid، وطبعا الحاجات اللي بدأت بيها هي liquid، فعشان كده دي من الحاجات اللي بتقولي الكونستنسي بتاعت السابستنس اتغيرت، ده معناه على طول ان حصل عندي chemical reaction. يبقى أنا لو جمعنا كده مع بعض الست نقط اللي احنا أخدناهم إن ال indications of occurrence of chemical reaction include number 1 formation of precipitate، زي ما قلنا كده ان البريسيبيتيت ده doesn't dissolve in water وده اللي خلاه في شكل البريسيبيتيت اللي قدامنا ده. تاني حاجة الايفولوشن اوف جاز، ان يطلع عندي جاز والجاز ده ما كانش موجود طبعا من الاول، فدي علامة لحدوث الكيميكال رياكشن. تالت حاجة تشينج كولر، ان الكولر يتغير. رابع حاجة emission of light and heat، يطلع حرارة ونور جامد جدا. رقم 5 emission of odor، يعني تبدأ تظهر ريحة مختلفة ما كانتش موجودة من أول الرياكشن. وآخر حاجة change consistency زي ما خدنا في تجربة الأويل والكاستيك صودا. في شوية precautions كده لازم نخلي بالنا منها وإحنا بنتعامل في المعمل مع أي حاجة. أول حاجة إن إحنا لازم نعمل هولد للمغنيسيوم ستريب بهيت ريزيستنت تونج to avoid burn during its composition. ما ينفعش أمسك المغنيسيوم اللي أنا بحرقه أو بولع فيه ده بإيدي. رقم 2 use a protective mask to avoid damage from bright light. رقم 3 do not touch the formed white powder immediately after the reaction as it will be hot. ورقم 4 handle the acids very carefully especially concentrated acids، يعني الأسيدز واحنا بنتعامل معاها بنتحرك في المعمل لازم نحملها ونحركها بحذر شديد جدا. تخيلوا بقى ان الكيميكال رياكشن ده كلنا بنتعامل معاه كل يوم واحنا مش واخدين بالنا. Many chemical reaction occur in our daily life such as frying egg. لما بنيجي نقلي البيض فبيحصل تشينج في الكالر وفي التكستشر بتاع الأج، وده نوع من الكيميكال رياكشن. reaction of oxygen in the air with apple، لما بنيجي نقطع التفاحة بيحصل تشينج في الكالر into brown، وده برضو كيميكال رياكشن.
Iron rusts when it is exposed to atmospheric oxygen in moist air. برضو بيحصل تشينج في الكالر بتاع الايرن، ودي برضو حاجة بنلاحظها وبتحصل في حياتنا. واخر حاجة الاجنيشن اوف fireworks. الالعاب النارية دي بيحصل فيها emission للايت وهيت، ودي برضو من علامات الكيميكال رياكشن اللي بتحصل in our daily life. تعالوا نشوف مع بعض كده أسئلة الدرس ده ممكن تيجي شكلها عامل ازاي. السؤال الأولاني choose the correct answer. Which of the following expresses a chemical change؟ يا ترى الأيودين sublimation, conversion of charcoal to ash, the heating of an iron rod، ولا the melting of ice؟ أولاً كلمة sublimation وكلمة melting من الحاجات اللي خدناها في unit 1 ليها علاقة بchanging state of matter، فطبعاً طالما هنغير الستيت يبقى دي physical change، فدي مش إجابات معانا. وheating of an iron rod إن أنا أسخن الأيرن، برضو لما أعمل له heating أنا كده مش بغير الكيميكال composition بتاعه، لكن لما بنولع في شوية فحم ويتحول لآش كده بتديني totally different substance من اللي أنا بدأت بيها، فتبقى إجابتي B. Number 2 the combustion or burning of table sugar is indicated by the formation of. خدناها طبعا في الأربع إجابات اللي قدامي دي، الإجابة عندي هي formation of a solid matter and evolution of smoke. The following reactions were carried out. Number 1 burning strip of magnesium, adding hydrochloric acid to magnesium, adding sulfuric acid to baking soda. Which of these reactions is accompanied by releasing of gas؟ مين من الرياكشنز دي كان اتكون جاز وهي بتحصل؟ فإجابتي هتبقى 2 و 3. Soap is formed by reaction of. كونا الصابون أو شكلنا الصابون لما عملنا reaction لإيه مع إيه، فإجابتي هتبقى oil with sodium hydroxide solution. All chemical reactions are accompanied by following except. كل الكيميكال reaction لازم يحصل فيها breaking down bond between molecules of reactants أيوة، forming bonds between the molecules of the products أيوة، و formation of new substance أيوة برضو، لكن release of heat مش كل الكيميكال reactions بيحصل فيها releasing of heat، فهنختار دي. Copper chloride solution reacts with sodium hydroxide solution to form sodium chloride solution and copper hydroxide compound which is insoluble in water. الإجابة في الكلمة دي. How can the occurrence of this reaction be indicated based on what you have studied؟ طبعا أول ما ألاقي كلمة insoluble in water هعرف إن تكون عندي precipitate، فإجابتي هتكون إن اللي عرفني إن الرياكشن ده تكون هو الفورميشن of PPT أو precipitate. Compare between the properties of table sugar before and after combustion. طبعا before burning of table sugar كان الكالر بتاعه white، وكانت الفيزيكال ستيت بتاعته solid، وكان odorless يعني ما كانش ليه ريحة. لكن after combustion نقدر نقول إن الكالر بقى black وتحول لمولتن substance وكان ليه strong odor. What type of changes does occur to each of a piece of apple and a piece of ice when you lift in the air? How can this be indicated؟ طبعا البيس of apple التشينجز اللي هتحصل عندها لما نسيبها في الهواء هي chemical change، والانديكيشن اللي عندي هو changing color. أما البيس of ice هيحصل عندها physical change، والانديكيشن أو العلامة اللي خلتني أقول كده هي الميلتنج. You have the following substances AgCl, NaCl, AgNO3 and NaNO3. Identify the reactants and the product from these substances. طبعا احنا اتكلمنا عن الرياكشن ده وقلنا ان احنا لما بنحط ال NaCl على ال AgNO3 فالاتنين دول هما reactants، هيتكون عندي AgCl اللي هو ال PPT الوايت PPT اللي هو سيلفر كلورايد، وكمان هيتكون عندي ال NaNO3 فتبقى ال AgCl وال NaNO3 هما البرودكتس. NaOH solution is added to each of copper sulfate solution and iron sulfate solution separately. يعني حطيت NaOH solution حطيت منه على copper sulfate solution وحطيت منه شوية على ال iron sulfate solution. How can they be distinguished despite the formation of precipitate in both cases؟ يعني ازاي انا افرق ما بينهم بالرغم من ان هيتكون في الحالتين precipitate، فاحنا نشغل مخنا كده ونقول ان طبعا we can differentiate between them according to the color of precipitate. لون البريسيبيتيت هيتغير في الحالة الأولانية عن الحالة الثانية.
آخر سؤال معانا في درس النهاردة apply the concept of chemical reaction to the reaction of producing ammonia gas اللي هو ال NH3 from nitrogen gas N2 and the hydrogen gas H2 علشان apply ال concept of chemical reaction. فحصل عندي جملتين عكس بعض اللي هم إيه؟ طبعا قال لي هنا from nitrogen gas and hydrogen gas، ده معناه إن الاتنين دول هم دول الرياكتنس اللي معايا، فهنقول له breaking of bonds between atoms of molecules of Na و H2 وبتوين brackets دول هم دول الرياكتنس، والجملة اللي عكسها and formation of new bonds between the atoms of the molecule of NH3 اللي هو البرودكت. وبكده يبقى خلصنا الدرس الأول في يونت 2 بالأسئلة بتاعته. استنوني إن شاء الله في lesson 2.